مبدئيا كده انا ما كنتش هصور. الجو في اسكندريه النهارده شتاء وحاجه صعبه، فقلت انتوا حبايبي وبحاول اجاهد نفسي على قد ما اقدر ان انا اصور فيديوهات. مش عارفه ليه بقى موضوع التصوير تقيل عليا جدا جدا. بجاهد نفسي واستعيذ بالله والله، وعندي افكار كتيره جدا، بس بقيت بواجه صعوبه في موضوع التصوير، حاجه صعبه. فدعواتكم ليا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ياريت كله يصلي على النبي ولايك للفيديو، واهم حاجه وامانه في رقبه اي حد بيسمع الفيديو. انا عمري ما بقول لحد امانه او بحمله امانه، بس امانه في رقبه اي حد يسمع الفيديو. لازم تدعوا لاخواتنا في يعني في كل وقت وكل صلاة، ربنا يعينهم، ربنا ينصرهم، ربنا يقويهم. انا كان معايا 40 جنيه، تصدقوا الموضوع ده؟ كان معايا 40 جنيه. دايما بقول لكم انا اسمها مصفورة، انا مش عارفة انتوا بتسموها ايه. انا كان عندي حبة امي جايباهم لي، ربنا يديها الصحة، ومكسراهم زي كده. دي بقى المنقذ بالنسبة لي. انا ليا 9 سنين بقول لكم دي المنقذ. عندك لحمة ما عندكيش، عندك فراخ، دي حلوة وعملية جدا. بقى اسلق قطعه زي كده في حله شوربه، وبصوا البهاريز اللي بتبقى جواها النخاع بتعمل لي احلى شوربه. بتعملي عليها شوربه عدس، بتعملي عليها محشي، كل الاكل اللي بيحتاج شوربه على اصولها بعملها منها من غير لا لحمه ولا فراخ. بتتباع عند الجزار، جيبي لك واحده او اتنين وخليه يكسرهم لك وحطهم في الفريزر زي كده. خدي قطعه قطعه واسلقيها، بينفعوا جدا، عمليين جدا. انا كانت عندي في الفريزر، طلعتها طبعا. ملحك بقى وبصلك وتومك وتوابلك، شوربة عالمية بيور. اعملي جنبها اي حاجة انتي تحبيها. انا دي كانت عندي في الفريزر. نزلت كان معايا 40 جنيه، ويمكن اقل من 40 جنيه زي ما بكلمكم كده والله. بصوا اشتريت ب5 جنيه خضرة محشي، وجبت كرومباية كانت صغيرة، قالت لي ب25. اختنا الفلاحة في السوق، فقلت لها لا، عايزاها ب20، فاخدتها ب20. وجبت ب5 خضرة. والرز هنقوله كيلو الا ربع ب20 جنيه، او 15 جنيه نص كيلو. هي خدت بالظبط ما بين نص كيلو وكيلو ربع، الا ربع، ما كملتش كيلو الا ربع. فالموضوع كله بالنسبة لي كميزانية يعني في حدود 40 جنيه تقريبا، او 45 جنيه. كيلو الا ربع رز يا جماعة ب20، و5 خضرة محشي، و20 الكرنباية والشوربة. انا عملتها كانت طلعت حتة عظمة من اللي انا حطاهم في الفريزر وعملتها. وكان عندي بقى ايه تسبيكة المحشي اللي هي صلصة بالبصل. دي في الفريزر عاملاها معاكم من زمان، بتنفعني جامد جدا. البنات النهارده الجمعه، بس البنات عندهم دروس كتيره. فانا عملت ايه؟ يا دوب طلعت كيس التسبيكه يفك، عبال ما سلقت الكرنبه وغسلت الخضره وضربتها قطعتها في الكبه، وخلطت بقى التسبيكه مع شويه الرز مع الخضره وعملتها. عايزه اقول لكم احلى شويه محشي. شويه الرز اللي من فوق دول كنت حطاهم في ورقه، بس ايه فلتوا بقى من الورقه وظبطوا لنا الحل. لكن شويه محشي بصوا لونهم احمر وجميل، يستاهلوا قلبكم. وكل اللي صرفتهم زي ما قلت لكم 45. والحاجه اللي في البيت هي كانت الشوربه بصراحه. ولو مش عندي بجيب معلقه سمنه مع شويه صلصه مع شويه توابل ومرقه، تبقى عندي شوربه وزي الفل. والتسبيكه بتاعت بصلايتين بشويه طماطم. انتوا عارفين ان الطماطم رخيصه وما زالت، وانا عملت تسبيكه بالبصل ومن غير بصل. فالموضوع كان عملي وجميل، وعملت اكله مشبعه ودفتنا وزي الفل. اسكت؟ لا، ده انا عملت بوفيه حلو زي ما بكلمكم كده. انا واحده من الناس بنسى اعمل حلو. فلما بعمل حلو يعني ايه، بقول بالمره اعمل صنفين ولا حاجه واشيلهم للبنات كده، ايه ياكلوا منهم يفطروا بيهم حلوين وعمليين. انا هنا جبت 3 حبات بيض صغيرين، لو عندك بيض كبير ممكن بيضتين. وسكر، انا ما بحبش في الكيكه يا جماعه لا كتر سكر ولا كتر زيت. وفي الاول وفي الاخر الحاجه دي ذوقيات، وكل واحد وذوقه في الاكل، الا الاكل بالذات كل واحد وذوقه فيه. انا ما بحبش الحاجه تكون مسكره قوي حتى لو هي صنف حلو. فانا حطيت سكر يعني حبه، مش زي ما انتوا، مش الكميه اللي في المج. و3 بيضات، والفانيليا اللي بالبرتقال كلمه خطيره عليها قليله، فانيليا دريم بالبرتقال.
فظيعه فظيعه فظيعه. يمكن ليا سنه اقول لكم عليها تحفه. حطيت سكر مع نص معلقه صغيره خل، ما نكترش خل، الخل حلو في المعجنات وفي الكيك بس ما ينفعش تكتري منه. في الكيكه ليكي نص معلقه صغيره من الخل، في المعجنات لو كميه كبيره ليكي معلقه صغيره مش اكتر من كده. ضربت بقى بالمضرب اليدوي، ولا مضرب كهرباء ولا هقول لك عجان ولا اي حاجه، الكيكه بتاعت زمان بقى. والزيت برضو زي ما بقول لكم انا ما بحبش اكتر الزيت. انا لما بشوف فيديوهات على اليوتيوب وحد يقول لك كوبايه زيت ويروح حاطين الكوبايه كامله، انا معدتي حرفيا بتتعبني. فالزيت زي ما انتم شايفين يمكن فنجان صغير. وضربت البيض مع الحليب، مع الحليب والزيت طبعا زي ما شفتوا في الفيديو في الاخر. احنا حطينا السكر وحطينا الفانيليا اللي هي بالبرتقال من دريم مع شوية خل والبيض، وضربناهم كويس جدا جدا على قد ما تقدري. اذا كان هتشتغلي بالمضرب اليدوي مش مضرب كهرباء او عجان او في الخلاط، استخدمي سكر حبيبات ناعمة. تمام. ضربنا كل البيض مع السكر مع الفانيليا كويس جدا، بعدين نزلنا بالزيت ونزلنا بالحليب، بعدين نزلت بكوبايتين مليانين على اخرهم من الدقيق وعليهم رشة ملح، وبعدين حطيت كيس البيكنج باودر. انا في حاجة من زمان يا جماعة مش عارفة ده حاجة كويسة ولا حاجة سيئة، احنا ستات بيوت عاديين زي بعض، انا مش شيف ولا حاجة. انا من الناس اللي ما بعرفش اشتغل بمعيار. يعني انا حد من وانا صغيرة المدرسة بتاعتي او تعليمي ان انا بسمي الله واشتغل، ولا عندي حتى في الحلويات والكيك حتة التقدير والمقادير دي ما بعرفهاش تماما. من مدرسة يلا سمي الله عبي. وحتة الرز برضو ان انا اعير كام كوباية مية معرفش حرفيا، فانا بسمي وبشتغل. نيجي بقى لهنا، انا حطيتها في صينيه الومنيوم كبيره جدا. طبعا انا اكيد شايفه ان الصينيه اللي انا حطاها فيها كبيره قوي، انتوا بقى حطوها في صينيه اصغر من كده. ليه انا حطاها في صينيه كبيره؟ انا وبناتي اللي هناكلها مش ضيوف ولا اي حاجه. انا الحمد لله اعرف اعمل كيكه عاليه وهشه وكل حاجه، بس انا وبناتي زي ما قلت لكم الاكل اذواق، ما بنحبش الكيكه العاليه قوي، بحيث لما نيجي ناكلها نفتح بقنا جامد. احنا ما بنحبش الحركه دي بصراحه. فانا بحب اعملها. انا شايفه ان الصينيه كبيره قوي. انا قاصده دايما، اللي عارفني وعارف بسمه، انا بحب اعمل الكيكه ما تكونش عاليه، لا بحبها تكون سمكها خفيف، بحيث ان احنا لما ناكلها وكده تبقى لذيذه في الاكل. لما بيكون جاي له ضيوف والكلام ده كله لا بعملها عاليه والدنيا حلوه، عشان في ناس بتحب الكيك العالي. هنا بقى بواقي بقى رمضان، كل سنه وانتم طيبين. شايفين حته الجلاش دي؟ شايفين عامله ازاي؟ حاجه لا تذكر. ودول اقل من ربع كيلو كنافه كانوا في الفريزر. اخدت حبه حطيت عليهم معلقه سمنه وبفركهم بايدي، وهبتدي ان انا اعمل بقى الرولات بتاعه الكنافه بالجلاش. عندي بقى في الطبق الصغير اللي هتشوفوه دلوقتي شويه زبيب على شويه سوداني على شويه جوز هند ورشه فانيليا ومعلقتين سكر، بمكسهم كلهم مع بعض، اللي هم بواقي برضو رمضان. لو عندك نوع واحد او اي حاجة المتاح والموجود عندك، يبقى شوية زبيب على شوية جوز هند على شوية فانيليا على شوية سوداني، تمام، ومعلقة سكر كده كبيرة او معلقتين سكر صغيرين، واقلب كله مع بعض. الرخامة نضيفة وزي الفل. بجيب لفتين. طبعا السمن الكنافة دي انا حاطه عليها سمنة، فانا مش هستخدم للجلاش سمنه. ليه؟ لان انا لسه كمان هدهنه على الوش، فمش عايزه تبقى جوه الكنافه سمنه وما بين طبقتين الجلاش كمان سمنه وعلى الوش سمنه. فانا زي ما قلت لكم انا بحب اعمل الحاجه حلو وكل حاجه، بس لا بحب اكتر سكر ولا بحب اكتر سمنه، خصوصا ان دي مش سمنه بلدي، يعني عشان انا اجيب واحط فيها واقول ان هي مفيده والكلام ده كله. عايزه اقول لكم الجو ساقع بشكل فظيع. انا حطيت السمنه للكنافه حجرت الفرشه دلوقتي، هتشوفوها عامله ازاي بسبب السقعه. فزي ما قلت لكم، وعايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا، قولوا لي ايه رايكم في الفيديو. انا عارفه ان هو عشوائي كده ومش عامله حساب التصوير ولا اي حاجه، بس هي دي الفيديوهات، او مش نوعية الفيديوهات، هو ده الروتين الحقيقي. يعني لو انتوا حابين ان احنا نستمر كده، بس ادعولي ان ربنا يعيني وافضل اصور. اوكي، الفيديو طبيعي جدا فوق ما تتخيلوا من غير اي تحضيرات ولا اي حاجة. جيت بقى خلصت كام لفة الرول بتاعة الجلاش الصغيرين. هنا بقى برضو هعمل كنافة على طريقتي ايام زمان، اللي احنا متربين عليها واحنا صغيرين. ودي يمكن اول نوع كنافة انا اعمله، اللي هي الكنافة بحط لها سمنة عادي
وبحط لها بقى ايه مكسرات في النص. يمكن في ناس كتيره قوي ما بتحبش المكسرات او اللي هو جوز الهند والزبيب، بس انا بعشق جوز الهند والزبيب يا جماعه، بحبه جدا. بحط كده طبقه في النص وبعدين بكمل عليها بالكنافه. طبعا عشان انا كميه الكنافه قليله عندي فهنظبط الدنيا وهنمشي نفسنا زي ما انتوا شايفين ايه بالموجود والمتاح. هبتدي ان انا اكبسها كويس قوي، ايد نضيفه وزي الفل. عايزه تلبسي جلافز البسي. وابتدي ان انا اظبطها. عايزه اقول لكم زي ما قلت لكم السمنه قفشت كده في الكنافه مع السقعه وبقيت زي المتجبسه، يعني الوضع صعب جدا. تحس ان الشتاء بيرجع تاني، مش ان احنا داخلين بقى على الربيع والصيف، لا تحس ان احنا ايه. بصوا الفرشه عامله ازاي في السمنه. هنا برضو رحت مسخنه شويه السمنه وفكتهم تاني. هنا بقى بجيب الصينيه الصغيره اللي انا ايه هدهنها. بصوا مسافه ما دهنت فيها السمنه على طول السمنه ايه جمدت. هي حاجات بسيطة يعني. بصوا والله يا جماعة ببواقي التلاجة حتة ورقة جلاش شفتوا قد ايه صغيرة وحالتها عاملة ازاي، وشوية كنافة اقل من ربع كيلو. ومش لازم على فكرة لو ما عندناش جوز هند او سوداني او زبيب، مش لازم، ممكن نعملهم سادة على كده مفيش اي مشكلة. وعملنا شوية بقى كرنب زي ما انتوا شايفين زي العسل، يستاهلوا بقكم، يدفوا ويرموا العظم. طبعا كل الحاجات دي هحطها في الفرن ونشوف الحاجة بتاعتنا لما تطلع. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله، حاجة بسيطة جدا وفوق الروعة. وزي ما انتوا شايفين دي ربع لفة جلاش زي ما شفتوا في الفيديو، واقل من ربع كيلو كنافة. بصوا عملنا زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. الكيكة كانت طبقة خفيفة جدا والصينية كبيرة، بس عايزة اقول لكم هشة وقطنية. بصوا ولا مضرب بقى ولا عجان ولا اي حاجة، عاملينها بالمضرب اليدوي خطيرة. وربع لفة الجلاش اللي انتوا شفتوها كان شكلها عامل ازاي. عملنا منها الصنفين القمر اللي انتوا شايفينه. شايفين جمال الكيكة خطيرة وهشة واسفنجية، لا عجان ولا مضرب كهرباء ولا خلاط ولا اي حاجة، وتحفة. ولو عملتيها في صينية اكبر من دي هتبقى اعلى من دي، بس احنا بالنسبة لنا كده حلو جدا ان احنا منحبش الكيكة العالية اوفر. هنا بقى الكنافة بتاعت زمان وذكريات زمان خطيرة. والله انا بسجل لكم بعد الفيديو عهد دقتها قالت لي احلى كنافة دقتها في حياتي. لان انا دايما بعمل الكنافة للبنات اللي هي محشية مهلبية محشية كاستر كنافة بالمانجا، لكن دي بقى اللي احنا اتربينا عليها واحنا صغيرين، ويمكن اول صنف كنافة اتعلم فيه. وادي رولات الجلاش القمر. طبعا عارفين كلكم ان الوصفة دي واخداها من ابو محمد حبيبي ربنا يحفظه يا رب. انا مش بحمر الكنافه يا جماعه، بحطها نيه زي ما هي عشان ما تبقاش الجلاش ناشف، وهي ناشفه هتبقى مقرمشه زياده عن اللزوم. لكن لما تتعمل كده شايفين جمالها بتبقى خطيره. سيبكم من الكيكه لان الكيكه سخنه، وفي الاغلب ومش في الاغلب ده اكيد هنفطر بيها الصبح مع كوبايه شاي بلبن. عايزه اقول لكم ايه رايكم اهو زي ما انتم شايفين من اقل من ربع كيلو كنافه واقل من ربع لفه جلاش عملنا الصنفين القمر دول. لو كل حد خد قطعة كنافة كده مع وحدتين جلاش وعملنا حلو وفرحنا ولادنا. قولولي بقى ايه رأيكم في تشكيلة النهاردة اللي هي على الطبيعة ومن بواقي التلاجة وبواقي البيت. تدوا الفيديو النهاردة كام من 10؟ ولو عجبكم فيديوهات كتيرة زي دي على الطبيعة لايك بقى وشير للفيديو. مستنية رأيكم ضروري.